السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين. الفيديو النهاردة عن في شوية حاجات كده لطيفة بالنسبة لموضوع الناس اللي عايزة تغير الرخصة من رخصة مصرية لرخصة برتغالية. هنعرف التفاصيل كلها مع بعض. أنا خدتكم الرحلة كلها مع بعض، وهي مراحل التغيير بتاعة الرخصة. يعني أنت بيبقى معاك الرخصة المصرية وبتبقى عايش في البرتغال وعندك الإقامة، ولكن الرخصة المصرية ما ينفعش تسوق بيها هنا، لازم تبدلها برخصة برتغالية دولية يعني. فبتعمل ايه؟ هنعرف مع بعض في الفيديو بالتفصيل، لان في كذا فيديو انا شفته مش جايب بالظبط التفاصيل بتاعة الموضوع، لان في حاجات انا وقعت فيها فهنعرفها في الفيديو هنا، اللي هو هقول لكم الحاجة سريعا ونشوفها مع بعض في الفيديو. تمام. اول حاجة بتاخد الرخصة بتاعتك الشخصية وبتنزل مصر. تمام. لان ما ينفعش حد يعمل لك شهادة صحة الصدور غيرك انت، لان انت بتتصور عشان تطلع شهادة صحة الصدور. يعني شهادة صحة الصدور اللي هي بتتعمل من المرور. انا نزلت، رحت على المرور بالبطاقة الشخصية، اديت لهم البطاقة الشخصية ودفعت رسوم والله مش فاكر حقيقي الرسوم كانت كام بالظبط، مش فاكر، لان مش انا اللي دفعتها، هو اخويا كان معايا فهو اللي دفع الفلوس. يعني انا مش فاكر هو دفع كام وما سالتوش يعني، بس رقم اعتقد بسيط يعني 100 جنيه 150 جنيه حاجه، مش متاكد. وبعد كده بيديك ورقه كده بتكتبها، وبعد كده هو بيعمل لك كل البيانات على الكمبيوتر وبيصورك. تمام. وساعات بيكون عنده الصورة متاحة فبيقول لك خلاص، بس أهم حاجة تكون أنت اللي موجود يعني. تمام. وبيدي لك الورقة اللي هي بتاعة صحة الصدور، إن هي الرخصة دي من عندهم. الكلام ده كله فين؟ في المرور اللي رخصتك طالعة منه. تمام. بعد ما بتاخد الورقة بتاعة صحة الصدور بتنزل بيها عند حد تحت كده في نفس المكان، بيغلفها من الوش بس، مش بوش وظهر، بيغلفها من الوش بس. تمام. بيعمل لها تغليف زي بلاستيك كده، راجل يعني غلبان كده، راجل محترم، بيعملها مش عارف ب15 جنيه ولا ب10 جنيه، هي ملهاش سعر ولكن انت بتراضيه بحاجة يعني. تمام. وبعد كده بتاخد الرخصة. المفروض ان انت بتصور البطاقه صورتين وبتصور الرخصه صوره وبتديها لهم بتسلمها لهم يعني، وهما بيدولك صحه الصدور. المهم يعني بعد ما بتاخد صحه الصدور دي بتطلع على على المرور اللي انت تابع ليه. بتطلع على وزاره الداخليه. تمام. على المبنى بتاع وزاره الداخليه. فبتدخل على المبنى بتاع وزاره الداخليه، بتختم الورقة من جوه من الضابط اللي هو بيكون في الفحص الفني بتاع العربيات. تمام. الفيديو بالتفصيل هيقول لكم يعني، يمكن انا الكلام بتاعي مش هيكون موضح، ولكن الفيديو هيكون موضح اكتر، بقية الفيديو يعني. فبتختم من الضابط عشان ما تقعدش تلف في المكان، بتروح على المكان اللي فيه الفحص الفني بتاع العربيات تابع للمرور بتاعك. انت اسأل في المرور، قول له مكان الفحص الفني فين اللي تابع للمرور تبعكم، يعني هو يقول لك المكان كذا هتروح. تمام. ركز في النقطة دي. الضابط اللي في الفحص تحت اللي بيعمل فحص العربيات هيختم لك. بعد كده هتاخد الورقة وتروح على مديرية الأمن. هتروح على مديرية الأمن اللي تابعة برضو للمنطقة اللي انت فيها، اللي تابعة للمكان اللي انت عايش فيه. تمام. هيختموا لك هناك ختم وبعد كده المفروض ان انت بتاخد الورقة وبتطلع على وزارة الخارجية. يعني انت بتعمل 3 خطوات وبعد كده وزارة الخارجية، يعني 4 خطوات. انا شفت فيديوهات كتير جدا ما قالوش ال4 خطوات. تمام. المرور، بعد كده وزارة الخارجية، بعد كده بعد المرور وزارة مديرية الأمن، وبعد كده وزارة الداخلية، وبعد كده وزارة الخارجية عشان توثق. تمام. كل ده طبعا بالعربي. بعد كده بتيجي البرتغال، بتروح السفارة المصرية بتاعتنا، بتديهم الرخصة الأصل وبتديهم الورقة بتاعت صحة الصدور عشان يترجموا لك الاتنين برتغالي ويعتمدوها لك إنها فعلا موثقة مثبتة إنها معتمدة. تمام. بعد كده ورقك معاك خلاص سليم مترجم كل حاجة. تمام. عشان تعمل بقى تقدم على السيستم عشان تعمل موضوع الرخصة تبدلها، بتروح الأول
بتروح الاول، كل ده هنلاقيه في الفيديو، يعني انا بس بشرح لكم الموضوع بالتفصيل عشان الناس ما تتوهش. تمام. انت ما بتحتاجش الرخصة الشخصية، ما بتحتاجش تعمل حاجة فيها في مصر الرخصة الشخصية، لان انا كنت محتار في ده والناس كتير ما بتتكلمش على تحديدا. الرخصة الشخصية بتاعتك المصرية ما بتحتاجش تعمل فيها حاجة غير انك بتترجمها هنا في السفارة المصرية في البرتغال، بتترجمها وبتوثقها بس ان هم يختموها لك يعني كده خلاص. صحة الصدور هي الوحيدة اللي بتتعمل من مصر وبتخلص الورق والحاجات اللي انا قلت لكم عليها. تمام، عشان تبقى الناس فاهمة بس. اللهم صل على النبي. تاني معلش انا عشان التفاصيل دي مهمة، تفاصيل يعني الفيديو الناس بتقوله كويس، ولكن التفاصيل دي بتبقى مهمة. ممكن بعد ما تعمل حاجة وترجع تلاقي في تفصيلة فاتتك، فتضطر ان انت عايز تنزل تاني او تبعت الورق تاني وتكلف نفسك DHL تاني او لو انت هتعمل ورق يعني بالطريقة دي. المهم بعد كده بتروح في مكاتب، وانت ماشي كده هتلاقي عربيات في الشارع كده واقفة مكتوب عليه حرف ال. العربيات دي بتكون تبع مكتب او الشركة صغيرة كده، بتكون مرسوم عليها دريكسيون بتاع عربية. المكاتب دي هي اللي بترفع لك الملف للSNS، اللي هي المكان الخاص بتاع الكشف الطبي للمرور. فانت هتعمل ايه؟ هتروح المكتب ده تقول لهم سلام عليكم، انا عايز اعمل الفحص اللي هو الطبي ده، الكشف الطبي، عشان اطلع رخصة، ابدل الرخصة الشخصية. تمام. هتقول لهم الرخصة بي او B1 على حسب الرخصة اللي معاك يعني، او A1 على حسب الرخصة اللي معاك. لو رخصة شخصية تقول لهم B1. المهم يعني هتقول لهم انا عايز اعمل الفحص الطبي ده عشان يعرفوا انت عينك فيها حاجة، تعبان، عندك مشكلة في جسمك، عندك مشكلة في المشي، عندك مشكلة في بعد قصر النظر، اي مشكلة يعني. انا دفعت 49 يورو وعملوا لي الفحص الطبي ده في المكتب. في ساعتها بيطلع لك، في ساعتها بتبعت لك وبترفع على السيستم بتاع الحكومة. بيترفع، هم بيرفعوه اوتوماتيك لان هم تابعين للمكتب بتاع الحكومة اللي هو الSNS. بيرفعوا لك الورقة وبيبعتوا لك صورة طبق الأصل منها على الواتساب. ف بعد كده خلاص انت خلصت كده الفحص الطبي معاك. تمام اوكي. معاك بقى الفحص الطبي ومعاك الورقة بتاعة المرور اللي هي الورقة اللي انت ترجمتها في السفارة، صحة الصدور، ومعاك الرخصة الشخصية اللي انت ترجمتها برضو. معاك ال3 ورقات. تمام. بعد كده بتدخل على الموقع اللي هو الخاص بتعديل الرخص، اللي هو الموقع بتاع الحكومة بتاع تعديل الرخص. ان انت تطلب رخصة يعني، او اذا كنت هتعدلها او عايز تعمل رخصة او استبدال او ايا كان، بتدخل وبتكتب ان انت محتاج تعمل استبدال للرخصة، وبتقدم صور الملفات دي مع الإقامة. طبعا بترفع صور الملفات، هو بيجيب لك الأماكن كده، بتلاقي صورة صحة الصدور، صورة الرخصة، صورة مش عارف ايه بتاع. بترفع طبعا كل اللي مترجم برتغالي، ما بترفعش الأصلي يعني، بترفع المترجم برتغالي لأنه معتمد. تمام. بترفعه وحاول، وانت بتحدد موعد حاول تحدده بره يعني. انت اطلب ان المكان يكون بره لشبونة، لان جوه لشبونة بياخد وقت كبير جدا على ما بتتعمل لان في ضغط. فعشان ما تعطلش نفسك وتفضل واخد وقت كبير ومستني وكده، لو انت مستعجل اعمله بره لشبونة، اعمله في براغا، اعمله في اي حتة بره لشبونة. تمام. بره السنتر نفسه دايما. عود نفسك تعمل حاجة بره السنتر عشان يكون الموضوع سريع لو انت مستعجل يعني. وبعد كده هيحددوا لك موعد هتروح فيه عشان تعمل عملية استبدال الرخصة يعني بتاع. المهم ان الفيديو كان اهم حاجة فيه ان احنا نعرف الورق بالتفصيل، الورق بالتفصيل. وده اللي فيديوهات كتير ما قالتوش. في فيديوهات قالته ولكن انا مشوفتهاش بصراحة عشان ما اظلمش حد. لكن الفيديوهات اللي اتكلمت ما اتكلمتش بالظبط في التفاصيل بتاعة الرخصة الشخصية تترجم في مصر او تتوثق او تعمل في وزارة الخارجية ولا لأ. كل اللي اتكلموا في صحة الصدور هتتعمل كذا كذا كذا، لكن ما قالوش الرخصة الشخصية تعمل فيها ايه. التفاصيل معاكم، وكملوا الفيديو. هتلاقوا انا مصور معظم الاماكن، ومصور وانا في الاماكن وانا رايح اعمل الورق والحاجة. وخلي بالكم انا عملت الفيديو مخصوص لان انا رحت لحد بعد ما خلصت صحة الصدور رحت مديرية الامن، وراحوا مرجعيني تاني لوزارة الداخلية، وبعد كده رجعوني تاني. فانا عملت لكم الموضوع بالترتيب عشان ما حدش يتوه. تمام. اعملوا لي لايك بقى وكملوا الفيديو. يلا. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين. النهاردة أنا نزلت مصر عشان أعدل الرخصة المصرية أخليها رخصة برتغالية، فمحتاج شهادة بيانات. عملت شهادة البيانات اهي. اوكي، شهادة البيانات بيطلع شكلها كده. فبتعملها من المرور اللي انت تابع ليه، اللي هي الرخصة بتاعتك معمولة فيه، يعني بتديهم البطاقة بتاعتك تمام، التفاصيل عشان التفاصيل مهمة. يعني انا يمكن معايا عربية فبتحرك، الناس ما معهاش مواصلات فبتتكحول، ما بتعرفش تتحرك لان هيروحوا ويجوا وبتاع. فانا بحاول اعمل فيديو عشان اسهل عليكم المرمطة يعني. تمام، مش الناس هتتكحول اصلا. والله هيتكحولوا كحوله بنت لذينه، الجو حر اصلا، هيتبهدلوا يعني لو ما عملوش، لو ما شافوش الفيديو بالترتيب. فانا هتكلم عن الناس اللي تابعه لاكتوبر. تمام، الناس اللي تابعين لاكتوبر هتروح المرور اللي انت تابع ليه، وبعد كده هتروح الاداره اللي تابعه للمرور، الاداره العامه. الاداره العامه للمرور في الجيزه مثلا، يعني حسب المنطقه اللي انت تابع ليها. لو انت مطلعها من اكتوبر، بتطلعها من على الطريق الصحراوي، يعتبر بعد دريم لاند، قبل الدخله بالظبط بتاعت هرم سيتي وهرم لايف. قبل دخل دريم لاند دي بهرم سيتي. انا هحاول اصور لكم الطريق المقرب منها دلوقتي عشان تبقوا برضو شايفين المكان فين. تمام، لان انا رحت اللي احنا فيها دي، اللي كنا فيها دي مديريه امن الجيزه اللي كانت عند حديقه الحيوان الاول في ميدان الجيزه، بعد ميدان الجيزه بشويه عند جامعه القاهره، وبعدين نقلوها هنا في طلعه المحور. هي بقت بعيده شويه بالنسبه للناس اللي في اول الشيخ زايد. رحتها مديريه الامن بعد ما رحت عملت شهاده المخالفات. مديريه الامن قالوا لي تروح بيها اداره المرور الاول تختم لك، فطبعا رجعت تاني. فانا عامل الفيديو عشان الناس ما تكحولش في الحوار يعني. تمام، فانا بعد الخطوات، بعد ما تعمل شهاده المخالفات، هتروح بيها اداره المرور اللي انت تابع ليها، ايا كان المنطقه اللي انت عايش فيها فين. هتروح اداره المرور اللي انت تابع ليها، هيختم لك ورا كده في الظهر ختم. تمام، انا رايح دلوقتي اعملها يعني. وبعد ما يختم لي الختم هرجع بيها بتاع اللي كنا فيها اسمها ايه؟ دي مديريه امن الجيزه. مديريه امن الجيزه. نرجع بيها مديريه امن الجيزه، تخش جوه يروح خاتم لك الختم بتاعهم الجميل عشان تاخد الوقت. طبعا كل الحاجات دي عربي، يعني ما حدش هيفهمها اصلا في اي بلد في الدنيا غير الدول العربيه. احنا محتاجينها لاوروبا، فهتحتاج طبعا تترجم الكلام ده كله بس في السفاره بتاعت مصر في البلد اللي انت فيه. تمام، بس بعد ما يعني احنا دلوقتي عملنا شهاده المخالفات، هتروح تختمها في اداره المرور، بعد كده في مديريه امن اللي حسب اللي انت تابع ليها يعني. مديريه امن الجيزه اللي انا تابع ليها، فبعد ما تختمها في مديريه امن الجيزه هتروح توثقها في وزاره الخارجيه، اللي هي في منها فرع بيبقى على طول هادي ورايق موجود في الشيخ زايد. تمام، بعد ما تختمها هتروح جاي رايح على واخد بقى الورقه، خلاص خلصت كده، تسافر بيها توديها للسفاره المصريه في الدوله اللي انت فيها عشان تترجمها لك وتوثقها لك ان هي تبقى معتمده يعني، معترف بيها. تمام، فبعد ما السفاره تترجمها لك، طبعا الدوله اللي انت فيها تفهم الترجمه هي ايه على حسب البلد يعني، وهتختمها لك وبتاع، فتقدمها بقى في ان انت تعدل الرخصه بتاعتك. وبتترجم الرخصه كمان، الرخصه الشخصيه بتترجمها عشان في نفس السفاره برضو، السفاره المصريه في الدوله اللي انت فيها بتترجم الرخصه وبيختموها لك برضو بتاع عشان يفهموا الرخصه دي بتحكي عن ايه يعني هم مش هيعرفوا عربي، هم اصلا يعني الدوله اللي انا فيها ما بيعرفوش انجليزي يعني، محتاجين اللغه بتاعت الدوله يعني. اي دوله كده محتاجه اللغه بتاعتها. تمام، فبعد كده بتقدمها على النت اونلاين، وبيبعتوا لك الرد ان تم القبول بتاعت الورق، وبعد كده بيعملوا لك موعد. وحاول لو انت في البرتغال حاول تحجزها بره لشبونه يعني، اعملها بره، اعملها في براجا ولا اعملها في اي حته بره عشان يجي لك الموعد على طول بعدها بشهر ولا بشهرين. ده سريع يعني. لكن في ناس انا اسمع الناس قاعده بقى لها 6 7 8 شهور سنه حاجات كده لو انت عاملها جوه لشبونه. فحاول تعملها بره يعني بس. وبعد كده بياخدوا الرخصه القديمه وبيدوا لك الرخصه اللي هي الدوليه اللي انت تقدر تمشي بيها في اي حته في الدنيا بقى. بس ما تحتاجش بقى تعمل حاجه تاني في البلد اللي انت فيها يعني، ان انت تعدل رخص تاني او بتاع. خلاص انت بتمشي بدي على طول. اوكي، يلا فيديو سريع كده وفي الخلاصه. لو حد محتاج حاجه برضو مش فاهم حاجه يبعت لي وانا هحاول اوضح لكم اكتر. قشطه، يلا اعملوا لي بقى لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.
تاني حبيت اقول لكم بس ان انا ختمت الورقه في المرور، اداره المرور. تمام، بتتختم من ورا كده بتاعت شهاده البيانات بتاعت الرخصه الشخصيه عشان تعدلها في الدوله اللي انت عايش فيها، الدوله الاوروبيه او العربيه اللي انت عايش فيها، عشان تاخد رخصه تانية. تمام. بتختمها من الضابط اللي في المرور. تمام، اللي في اداره المرور، اللي هو الضابط اللي بيبقى قاعد عشان ما تطلعش وتلف وتدوخ وبتاع. بتدخل على الضابط اللي بيبقى قاعد في الفحص الطبي. الفحص الطبي، فحص اسمه ايه؟ الفحص بتاع العربيات، الفحص الفني. الفحص الفني؟ الفحص الفني. الفحص الفني ايه طبي؟ جت منين؟ مش عارف. الفحص الفني، معلش. ايه الفحص الطبي اللي جت دلوقتي؟ الفحص الفني. الفحص الفني بتاع العربيات بيبقى فيه ضابط كده قاعد على المكتب. بتدخل تقول له انا مسافر مثلا، او انا عايز اغير الرخصه. هو بيبقى عارف اصلا، يعني انت بتقول له انا عايز بس اختم ده للسفر بره عشان اعدل الرخصه اغيرها، فبيختمها لك من ورا كده. وبعدين بتطلع بقى على مديريه الامن عشان يختموا لك الختم النهائي، وبعد كده بتطلع على وزاره الخارجيه عشان تاخد النهائي برضه، عشان يختموا لك الاعتماد بتاعهم. وبعد كده بتروح على السفاره المصريه في الدوله اللي انت فيها عشان يترجموا لك ويختموا، وتبقى الورقه خلصانه. معلش هي لفه كبيره، بس يعني مفيش حاجه بتخلص بالسهل، الحياه كلها صعبه يعني عشان تخلص. تمام، فواحده واحده كده وهتلاقي كل حاجه مشت. اوكي، كنت في مرحله وبعدين في مرحله وبعدين في مرحله. اوكي، يلا نشوفكم على خير. ختمت الورقه من الاداره العامه للمرور، اللي هي اللي ورايا دي، اللي انتوا شايفينها زي ما انتوا شايفين كده في الخلفيه، ختمين. وبعد كده بتروح بعد ما بتختمهم بيديلك ورقه كده يقول لك ان انت المفروض تروح بيها الاداره العامه للشؤون الاداريه، مبنى كليه الشرطه في العباسيه. تمام، الاداره العامه للشؤون الاداريه، مبنى كليه الشرطه في العباسيه. انا ما اعرفش هو فين، بس يعني في العباسيه يعني، فهنروح نشوف هو فين في العباسيه. ما اعرفش صراحه، لسه هجرب. وبعد كده ثالث حاجه الخارجيه، تصديقات شارع احمد عرابي في المهندسين، او اي مكتب خارجيه قريب منك. يعني في واحد في الشيخ زايد هنا بيكون قريب وعلى طول سالك يعني. تمام، ف معرفش، لسه هروح المشوار بتاع العباسيه ده اشوف هو ايه الدنيا. قشطه. بعد كده تطلع مديريه الامن يديلك الختم ده. تمام، في نفس الورقه. وبعد كده تنزل تحت تشد ختم تاني من العقيد. وبعد كده تطلع على الاداره العامه للشؤون الاداريه، هنطلعها دلوقتي ونشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منورين. عايز اقول لكم انا لسه يعني مش عايز افوت اللحظه دي عليكم. مش عايز افوت اللحظه دي عليكم. ورايا كده زي ما انتم شايفين ده المكان اللي بتعمل، اللي هو عند الدكتور اللي بتعمل فيه الكشف الطبي. اللي بتعمل فيه الكشف الطبي. تمام، هو ده زي ما انتم شايفين كده. اي مكان بتلاقي فيه علامه دريكسيون بتاع عربيه وبتعمل فيه الكشف الطبي، يعني ده ضروري. هم بيرفعوه على النت عشان في المرور يستعلموا عنه فيعدلوا لك الرخصه الشخصيه يعني. فدفعت 49 يورو وبعدين بيكتبوا البيانات بتاعتك، الإقامة والحاجة، ويكتبوا البيانات بتاعتك. لا ضروري الإقامة. تمام، ده اهو بتاع تعليم السواقة. أي مكان تلاقي عنده علامة تعليم السواقة دي، اللي هي learning learn يعني تعليم السيارات. فبتدخل وتقول له أنا عايز أعمل الورقة الصحية، اللي هي الورقة إن أنا نظري كويس وما عنديش أمراض ولا عندي حاجة. فبيعملها لك، بياخد 49 يورو. المكان ده خد 49 يورو. ليا حد صديقي دفع قبل كده 30، بس ما اعرفش يعني من مكان لمكان، بس انا دفعت 49 يعني بالنيابه عن نفسي. ف بياخد البيانات بتاعتك وبيبعتها للدكتور. والاختبار كان معايا عن طريق التليفون، يعني هو اتصل بيا فيديو وقال لي انت نظرك كويس، بتستخدم اي عدسات، بتستخدم اي نظاره، اي حاجه مش عارف ايه. سألك على كل التفاصيل، يعني عندك مشكله في المشي، مشكله في بعد النظر، في قرب النظر، مش عارف ايه وبتاع. وبعد كده بعت لي الورقه اللي هي تثبت ان انت عملت الاختبار والحاجه يعني. تمام، ف بتاخد انت الورقه دي بقى
وانا دلوقتي بعد ما عملت الرخصه في مصر، بعد ما طلعت شهاده بيانات زي ما وريتكم كده في الفيديو في الاول، زي ما هوريكم قصدي في الفيديو، شهاده البيانات طلعتها ازاي وختمتها وعملتها، واديتها السفاره المصريه هنا في البرتغال عشان تترجمها وتختمها، تمام، توثقها يعني، وتترجم كمان الرخصه الشخصيه. اوكي، ترجم الرخصه الشخصيه برضو وتوثقها. وطبعا مستني ان انا اخدهم وبعدين ابعتهم على الموقع، وهوريكم ازاي نبعتهم على الموقع عشان ناخد عشان اغير الرخصه، يعني اعدل الرخصه تبقى رخصه برتغاليه، تمام، وهنشوف مع بعض.